لي سوفونير الذكريات اللي يخلينا نقولوا عندها تأثير ياسر كبير على قراراتنا اي سورتو الغالطة منها. يعني الإنسان لما يتحط دون اون سيتوياسيون في وضعية ولازم ياخذ قرار انكونسيامون لا شعوريا منه شنو يعمل؟ يرجع لأرشيف السوفونير نتاعو، يا إما إحياء ولا هروب من ذكريات معينة. اي مالوغوزمون دون لي دو كا في الحالتين نشوف ديما الريزولتا عكس اللي يتمناها. اي باغ كونسيكون القرار اللي خذاه اليوم باش يكون ذكرى أليمة جديدة في الارشيف. اي دونك شنو الحل؟ الحل سي تري سامبل، انه انا كانسان لازمني نفهم لو فونكسيونمون تاع الحياه اللي هي مجموعه من لي زيكسبيريونس التجارب والاحداث. كل مره لازمني نتعلم نفصل ما بيناتها. اي سا فو با دير اللي انا لازمني نرمي الماضي نتاعي اللي هو مهم ومهم جدا في تكوين شخصيتي والصوره اللي انا عليها اليوم، مي مش معقول اني نلغي الحاضر اللي هو كونتينيتي استمراريه واللي باش يساهم في تكويني الذاتي والشخصي اي سورتو النفسي اللي باش يخليني يا سيدي مش ناخذ قرارات سليمه 100% مي على الاقل قرارات متزنه. فالانسان اللي ياخذ ذكرى ولا حدث معين صار يعملوا ريفيرونس على بقيه حياته عباره انه عمل بلوكاج نفسي وذاتي واصلا على حياته، مستحيل بعدها يكون قادر يخطي خطوه واحده اي ريالمون كهو اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه كل يوم. فهو سي تو تافي اللي ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل، مي اللي ما يعيش السون بريزون الحاضر نتاعو وياخذوا من جوانبه وتجاربه الكل مستحيل اصلا يكون عنده مستقبل.